المكان ده طول عمري بفطر منه بره رمضان، بس عمري ما خطر في بالي ان هو بيعمل سحور في رمضان. تعالوا بينا النهارده نجرب السحور في احسن محل بيعمل عيش في مصر كلها، وهو نجف. وده الجزء ال15 من دليلك في رمضان. نجف ليه كذا فرع، بس احنا جربنا الفرع اللي في شيراتون، وهسيب لكم العنوان بتاعه بالظبط في الديسكربشن. جربنا حاجات كتير قوي بقى من هناك: فلافل عين كتكوت، وطعميه محشيه، فول نجف، فول زيت حار، فول اسكندراني، وبطاطس، واومليت بيتزا، واومليت نجف، وشكشوكه، وبتنجان مخلل. يعني بصوا السحور كما يجب ان يكون. بس للاسف انا كنت معزوم، فمعرفش الصراحه اسعار الحاجات اللي احنا كلناها دي كام، بس انا فاكر ان اغلى حاجه من الحاجات دي كانت ب20 جنيه. بس مبدئيا كده بس، وزي ما قلت لكم، نجف عنده واحد من احسن ارغفه العيش اللي في مصر. اخدت لي كده في الاول نص طعميه محشيه في نص رغيف معاها حته بتنجان وبس. صدقني يعني انا خلاص ممكن اقفل اصلا السحور على كده، وممكن اقفل الفيديو على كده. البتنجان المخلل الصراحه بتاعهم كان حلو قوي. يمكن الطعميه محشيه مش احلى حاجه، بس هي برضه ستيل كانت حلوه. دخلت بعد كده على فول بالزيت الحار، الراجل كان مغرقه من فوق زيت حار يعني. قلبت اخدت لقمه، بصوا الزيت الحار ده مزاج مزاج. وبعد كده دخلنا نقاش هو ايه الزيت الحار وايه الزيت الحلو، وده اللي انا توصلت له. والزيت الحار ده بقى يا سيدي هو الزيت المستخرج من بذرة الكتان، وعلى عكس ما الناس كلهم فاكرين هو ليه عامة فوائد. هو زي اي حاجة لو كترت منه اكيد هيبقى ليه ضرر، بس عامة ليه فوائد كتير. بس ده طبعا الزيت الحار بتاع المحلات النظيفة، الله اعلم بقى الزيت الحار بتاع العربيات بيبقى عبارة عن ايه بالظبط، بس عامة برضه ببقى مبسوط بيه. جربت بعد كده فلافل عين كتكوت، ودي بتكون عبارة عن فلافل محشية من جوه بيض مسلوق. بتاخد وقت شوية عشان تتعمل، بس هي عامة بتطلع لك فريش، وعامة هي عادية خالص يعني. هي بيض مسلوق وحواليه طعمية، فعادي يعني ما فيش اي اختراع جديد. بس هو الفكرة بس في الشكل بتاعها كده وبتاع، بس هي عادي ما فيهاش اختلاف كبير قوي عنها عن البيض المسلوق والفلافل لو اكلت اي حاجة منهم لوحدها. جربنا برضو من هناك البطاطس بتاعت نجف، هي كان طعمها حلو بس كانت مزيتة شوية. بس اللي كان حلو قوي بقى فعلا الاومليت البيتزا، وده بيكون محطوط عليه خضار وسوسيس، وتقريبا انا حسيت فيه بطعم جبنة كده شوية، بس عامة كان فعلا طعمه حلو قوي. جربت برضو اخر لقمة في طبق الشكشوكة قبل ما يتنسف، وعامة هم هنا كانوا عاملين الشكشوكة بالطريقة اللي انا بحبها الصراحة، فعوضني بقى عن الشكشوكة اللي ما كانتش عجباني في المحل التاني. البطاطس البيوري برضو مع اننا كنا طالبينها عادية مش بالزبدة، بس طعم الزبدة فيها كان باين، وعامة طعمها عجبني برضو، بس في احلى من دي. قفلت التجربة دي بقى بجبنة بالطماطم، بس الصراحة دوت احلى منها يعني. وملخصا كده بقى للفيديو ده: تاكل ايه لما تروح نجف؟ انا الصراحة بالنسبة لي الاومليت بيتزا نجف ده كان عالمي. الفول بالزيت الحار ده برضو كان حلو قوي الصراحة. البطاطس البيوري والطعمية المحشية الاتنين كانوا حلوين برضو. والبطاطس المقلية العادية بس زي ما قلت لكم هي كانت مزيتة شوية. بس كله كوم الصراحة. والراجل اللي كان بيعمل طعمية ده كوم تاني خالص، راجل كده في حتة تانية، هو قاعد بيشتغل لوحده في عالم تاني، والله كان جامد. ما تنسوش بقى تكتبوا لي تحت في الكومنتات اجرب سحور تاني منين، بس اماكن تكون كده اسعارها في الحنين، عشان خاطر تقريبا كل الفيديوهات اللي انا بشوفها بتبقى اسعارها اغلى من الفطار نفسه، بما فيهم فيديوهاتي انا والله. وفي الاخر كالعادة شكرا جدا ليكم لو انت لسه بتتفرجوا لغاية دلوقتي. كان معكم أباظة من قناة لايف وزباظة. سلام.